كل سنة وانتم طيبين. تشدد وتشجع، طمن وافرح بأنه ربنا لما بيحطنا على الخط بيبقى عنده خطة. في حاجة اسمها God's Agenda. عارفين خط الحياة؟ لما تجيب قلم رصاص كده تشد خط، أول الخط ده، الخط المستقيم ده بالقلم الرصاص، أول الخط ده يوم الولادة. احنا اتولدنا يوم كذا الساعة كذا في الحتة الفلانية، ده اسمه نقطة البداية. تفضل الحياة تطلع بينا وتنزل، تطلع وتنزل وتطلع وتنزل، حاجات حلوة وحاجات وحشة، حاجات صعبة وحاجات جميلة، حاجات كويسة وحاجات مفرحة، تفضل يطلع وتنزل. لما نبدأ نكبر شوية نوصل الخطوط دي ببعض نلاقي ان في خطة ربنا بيعملها، God's Agenda. فاللي احنا فيه النهاردة مرحلة من مراحل الدياجرام. فاطمنوا جدا ان احنا في ايد ربنا وهو اللي بيرسم الخطة. فاللي انت بترسمه يا رب انا واثق انه حلو، لانك ما بتعملش حاجة غلط. ربنا انت بتعمل وبترسم مستقبل حياتي، فبايدك انت، لا بايد المصححين ولا بايد مش عارف مدرسين ولا بايد الممتحنين، دي ايدك انت، وانا واثقه جدا في ايدك انت. هتوديني الحته الفلانيه علشان انت عايزني في الحته دي انجح، وانت هتديني الدرجه الفلانيه عشان في الحته دي انا هنجح. امبارح كنا مع مهرائيل مجدي، خدت كليه كده وبعدين قدمت على تشتغل سواق قطر الكتروني للقطارات الجديده دي، وبقت اشهر واحده في الجمهوريه ورئيس الجمهوريه كرمها. فمش الكليه، مش الكليه. وبطلنا فكره الطب والهندسه والمش عارف ايه والكلام ده كله. انجحي عشان تنجحي، عشان انت تبقي ناجحه ومبسوطه. يعني الشهر ده، شهر 5 ده فقط هو اجتهدي وانجحي عشان انت تنجحي، مش بابا وماما ربنا يخليهم لك. بس انا عايز انجح، انا عايز اتفوق، انا عايز اقول لنفسي ان انا شاطر، علشان في نجاحك ده وتفوقك ده انت بتمجدي ربنا جدا. يا شوفوا البنات الحلوين اللي محاميه واللي محاسبه واللي دكتوره واللي محامي واللي اي حاجه، يشوفوكي شاطره. فشطارتكم دي مجد افتخار ان بنات العذراء شطار. مش عايزين تبقوا شطار؟ فاجتهدوا شويه الشهر ده، وعارفين كويس جدا ان دي اسمها خطة الله لحياتي، God's Agenda. تشدد وتشجع وافرح بان اللي انت بتعمليه ده هيكون لمجد ربنا. وانا واثق جدا جدا فيكم. كل سنة بنقول الكلمتين دول وبتطلعوا فراودة وبتطلعوا سوسة كده وبتطلعوا شطار وتجيبوا لنا درجات حلوة وتطلعوا من الأوائل. أنا عارف كده بناتي شطار، بس حاولوا تناموا شوية، ما تبقوش بتسهروا كتير، وأكيد أكيد 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 تلعبوش في التليفون. نو واي. الحرامي ده، فين الحرامي؟ الحرامي ده يضيع لك نص دماغك. ما تشتغلي بحاجه، تبصي على حاجه الفيسبوك اللي مش عارف الايه. الشهر ده معسكر، معسكر جنديه. الحديده دي مش هتنفعني. انجح واجيب درجات حلوه وبعدين ابقى افتح الفيسبوك وافتح الكلام الفاضي والاخبار والمش عارف الايه والايه وفلانه اي فيل ساد. I get depressed. يا عم خلص هذا، لا ماليش دعوه انا بالمكتئبه والحزينه واللي بتشد في شعرها، مش وقته خالص. لا هو شهر انا مركزه في شغلي. ده معسكر مغلق، معسكر. انا مش فاضيه، انا هنام 6 ساعات وشويه الباقي دول كلهم شغل، كلهم شغل. خليكم حريته كده، عارفين البنات الحريته كده؟ خليكم حريته، ما تدلعيش اليومين دول، بلاش، مش وقته خالص.
شد البؤجة شعرك، تشتغلي انجحي، وبعدين بروح الكوافير هجيب لكم بتاع ده. ربنا يفرح قلبكم، تشدد وتشجع. ربنا يبارك خدمتكم ويبارك عملكم. وانا سعيد جدا جدا ان احنا نصلي اول قداس ثانويه عامه معاكم، وبنعمه ربنا هنقول على ميعاد كل الابرشيه تيجي تصلي فيه قداس ثانويه عامه. فلو يا ريت تيجوا كمان معاهم، هيبقى هنا في المطرانيه برضو كنيستكم، يوم تقريبا هيكون في اول شهر 6 قبل الامتحانات على طول. نحدد ميعاد ونصلي قداس برضو، وكل واحده بالاسم زي ما قال ابونا، فعلا كل واحده بالاسم على المذبح. ربنا يفرحكم.